هو ينفع أسامح حد جرحني وأنا لسه فاكرة كل حاجة؟ هو التسامح معناه أنسى؟ ولا معناه إني أعيش بسلام حتى وأنا لسه موجوعة؟ يا أهلا وسهلا. في حاجات في حياتنا ما بتتنسيش، كلمة وجعتك، موقف كسرك، حد اتعامل معاكي كأنك مش موجودة أصلا، وكل ما تفتكري قلبك يرجع يعيش اللحظة دي تاني بنفس الوجع، بنفس الخذلان، بنفس الصمت اللي كان تقيل قوي على روحك وقتها. بس عارفة، رغم كل ده أنا اخترت أسامح، مش عشان اللي جرحني يستاهل، بس عشان أنا أستاهل. أنا أستاهل أعيش بسلام. ناس كتير بتخلط بين التسامح والنسيان، بيفتكروا إن لازم أنسى عشان أكون سامحت، وده مش حقيقي. في فرق كبير جدا بين إنك تفقدي الذاكرة وإنك تختاري، انت اللي تختاري تبطلي تدوسي على جرحك كل يوم، إنك تختاري ما تعيشيش دور الضحية طول الوقت. أنا مش بنسى، أنا فاكرة كل حاجة، بس مش بسمح لها تكسرني في كل مرة افتكرها. التسامح مش معناه إن الموقف ما كانش جارح، ولا إن الشخص ما غلطش فيكي، ولا إنك تتعاملي كأن اللي حصل ما حصلش. التسامح معناه إن أنا شايفة الحقيقة كاملة وبختار أعيش بالرغم منها. التسامح قرار بالتخلي عن مشاعر الغضب والانتقام. ليه؟ لأن المشاعر دي بتستنزفني نفسيا وجسديا، وبتحطم أهدافي وأحلامي. ولو الشخص اللي أذاني خذلني مرة، فأنا في كل مرة بفتكر وما بسامحش بخذل نفسي كمان مرة. أنا مش بنسى، أنا فاكرة، لكن مش بسمح للذكريات تتحكم فيا. واللي ساعدني أفهم المعنى ده كويس تدبري لكلام ربنا في آياته، واللي فيها دعوة واضحة للتسامح، زي الآية الكريمة في سورة النور: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والمعنى هنا بيخلينا نسأل نفسنا، لو أنا بحب إن ربنا يغفر لي، ليه ما بدأش أنا كمان بالتجاوز ولو من بعيد؟ جوزك قالك كلمة جرحتك قدام الناس، اتخنتي، صاحبتك خذلتك في وقت كنت محتاجة فيه حد يسندك، أهلك قللوا من تعبك، ثقتك بنفسك اتهزت. المواقف دي وجعتك، أنا عارفة، ولسه مقصرة فيكي لحد دلوقتي. هل تقدري تنسي؟ يمكن لأ، بس هل تفضلي أسيرة للجرح؟ ولا تحاولي تخلي اللي حصل خطوة في رحلة نضجك وخبرتك في الحياة؟ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال إيه؟ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يعني كل مرة بنعفو وبنسامح ربنا بيزيدنا كرامة وقوة، مش ضعف زي ما الناس فاهمة غلط. الجرح اللي ما بنسامحش عليه بيفضل ينزف جوانا، وفي كل مرة بنفتكر بيشفط طاقتنا وينكد علينا يومنا ويسرق وقتنا وحياتنا. لكن لما بنختار نسامح بنوقف النزيف ده. مش هنعرف نمسح الجرح خالص لأننا مش هننسى، لكن مش بنرضى نفضل عايشين جوه الجرح. والجميل في الموضوع إن ربنا وعد: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني مش بس هترتاحي نفسيا، ده كمان أجرك عند أكرم الأكرمين. هتسمعي ناس تقولك انتي مش ضعيفة عشان تعدي اللي حصل بالساهل كده، بس الحقيقة ان التسامح قوة، ومش اي حد يقدر عليها. قوة انك تعرفي تتمسكي بسلامك الداخلي حتى لو اللي حواليكي ما يستاهلوش السلام ده. قوة انك ما تنتقميش، لكن كمان ما تفضليش تدفني نفسك تحت الوجع. الحقيقة ان التسامح محتاج قلب قوي ونفس مطمئنة. اللي بيسامح بيحمي نفسه من التلوث الداخلي ومن تكرار الذكرى المؤلمة كأنها لسه بتحصل دلوقتي. ودلوقتي هقولك على شوية تريكات هتساعدك تتقبلي فكرة التسامح من غير ما تضغطي على نفسك عشان تنسي. اعترفي انك موجوعة من غير ما تكبري، المشاعر مش ضعف. ما تلوميش نفسك انك لسه فاكرة، ده طبيعي. اختاري تسامحي عشانك مش عشانهم. اكتبي كل اللي حسيتيه وقتها في ورقة وبعدين امسحيه. افتكري ان كل مرة بتسامحي فيها اجرك محفوظ عند ربنا. انا مش بنسى، بس بختار اعيش واخف الحمل عن قلبي. مش معنى اني سامحت اني ببرر اللي حصل، ولا اني نسيت، ولا اني ضعيفة. انا بس عايزة ارتاح وعارفة ان ربنا عالم بكل شيء وهيجبر بخاطري. فكري كده، هل في حد في حياتك محتاجة تسامحيه؟ مش عشان يرجع ولا عشان يستاهل، لكن عشان انتي تستاهلي تهدي. انا عارفة ان كل واحدة فينا عندها حكاية، حد وجعها، موقف لسه بيرن في دماغها، كلمة كسرت قلبها. لو حبيتي تشاركي اكتبيلي في التعليقات. انا موجوعة بس قررت اسامح. يمكن نلاقي في الكلام مع بعض شفا وراحة، وزي ما بقولك دايما، سعادتك بإيدك.